لو بتحبي الطعمية وعاملة دايت، احب اقولك ان انت هتاكليها كل يوم ومش هتتخني. من احلى اكلات الدايت ومن احلى الفطار. سندوتش بسيط معايا ما يعادل قرص طعمية كبير ورغيف عيش صغير البلدي اللي هو بيبقى رقيق شوية عشان ينفع معانا في الرجيم، لان طبعا الرغيف اللي هو بيبقى مليان شوية ده ما بينفعش معانا. ده ما يعادل نص رغيف من رغيف العيش الكبير. هنفرد الطعمية زي ما انتوا شايفين كده على رغيف العيش، وبعد كده معانا طاسة على النار وفيها ربع معلقة زبدة زي ما انتوا شايفين معايا. لازم اوزعها على الصينية كلها علشان الطعمية بتاعتي ما تلزقش، لان احنا مش هنقليها. هنحط رغيف العيش على الزبدة السخنة، وبعد كده هنضغط عليها عشان خاطر كل الاجزاء كل النواحي بتاعه الطعميه تستوي كويس. ما نبقاش بناكلها نيه. بنضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده بنسيبها شويه لغايه ما تستوي، بس بنهدي النار عليها قوي عشان ما تتحرقش معانا. بعد كده بقلب الساندوتش وبقسمه نصين وبحمره شويه لو انتي حابه. لو انتي مش حابه ممكن تشيليه كده، بيبقى الساندوتش برضو في منتهى الجمال. احنا طبعا ما بنحطش زيت تاني ولا زبدة ولا اي حاجة. هي شوية الزبدة ربع معلقة الزبدة اللي احنا حطيناها في الاول، بيبقى منها حاجات بسيطة قوي في الطاسة. بعد كده بنقلب السندوتش وندوس عليه شوية وبنشيله. بنحط فيها شرايح طماطم، ممكن تحطي فيها جرجير، كابوتشا، زي ما انت عايزة، فلفل، اي خضار انت حباه مع الطعمية ممكن تحطيه. ومعانا انا قطعت معاها شرايح خيار، ومعانا كوباية ايس كوفي دايت برضو ان شاء الله هعملها معاكم. ولو حابين اي حاجة انا اعملها لكم ممكن تكتبوها لي في الكومنتات، ويا ريت تقترحوا عليا باي حاجة انتوا عايزينها. ويا ريت ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان